ولا في صوت اقعد السلام عليكم وبدايه فيديو جديد. طبعا يا جدعان مبدئيا كده انا عايزكم تركزوا معانا في الفيديو بتاع النهارده. يا جدعان زي ما انتم شفتوا في الفيديو اللي فات ان مصطفى طنط قال لي العربيه مع الحس البوس. المفروض برضه فلاش باك تسمعوا كده وهو بيقول العربيه مع الحس. بقول لك يا بيسو انت مغفل وغلت على قفاك يا حبيبي. اللي سرق منك العربيه بتاعتك واحد اسمه الحس البوس وعربيتك عنده في المخزن بتاعه. الحس البوس؟ فانت عشان بس انت عيل مغفل بقى. طبعا يا جدعان زي ما انتم سمعتوا المفروض ان هو قال العربيه مع الحس البوس. المفروض يا جدعان ان الحس ده كان صاحبي، كنا بنصور مع بعض فيديوهات وكنا بنصور مع بعض برضه كنا بنطلع في تحديات مع شاور وكده. فالمفروض يا جدعان لو طلع الحس اللي سارق العربيه وربنا يحس اخرتك، شايف المصرف ده وربنا هيبقى اخرتك يا جدعان. العربيه بمبلغ، يعني العربيه مش ب50,000 ومبلغ اللي هو التافه ده، العربيه بمبلغ كبير، العربيه بنص مليون جنيه. والمفروض ان العربيه مسروقه بقالها كذا يوم وربنا ما هحلكوا اللي سارقين العربيه ايا كان مين اللي جه في سكتي، اللي يجي على سكتنا هيستحمل اذيتنا. انا قاعد ولا بنكش في حد وانتوا اللي بتنكشوني. فطبعا يا جدعان انا كل اللي عايزه منكم تركزوا في الفيديو ده وتعملوا لايك وتنزلوا تشتركوا في القناه عشان عايزين نوصل 300,000 عشان هنعمل لكم جوائز، بس نرجع العربيه وهدلعكم. طبعا يا جدعان معايا في الفيديو بتاع النهارده الحمله محمد ياسر اهو. ايوه يا رجاله اخواتي وحبايبي يا جدعان انا جايب ده لان ده ما بيهزرش، ده الحمله، ده القلب الميت. هنا مفيش قلب، هنا قلب ميت. ومعانا بقى مين تاني واحد؟ التوتو. انتوا هتستغربوا ان هو اسمه توتو كده، هتقولوا عليه عيل مايتي، هو اسمه بس توتو، بس التوتو حمله. تعالى هنا يالا، اقف هنا، خدنا لقطه سينماتيكيه كده. اللي هيجي على المسن هيتسن، واللي هيجي على سكتنا يستحمل اذيتنا. ولا ايه؟ احنا ما بنهبش حد ولا اي حد، واللي سرق العربيه وربنا هنكسر عظمه. المفروض ان احنا دلوقتي هنغب على الحس. يا جدعان المفروض ان احنا دلوقتي يعتبر في المنطقه بتاعتهم، واحنا يا جدعان بقول الله مش هنروح بالعربيه النهارده. اللي تشوفوه العربيه هترجع يا جدعان، اللي تشوفوه قدامكم ما تسموش على حد. احنا معانا العصيان وانت معاك الحزام جبت الحزام وانزل فرتك اللي قبل. تعالى بقى كده. بصوا الشارع، بصوا مساحة الشارع قد ايه، بصوا. استنى عشان جدعان انا فاكر المنطقة لاني جيت وصلته قبل كده كذا مرة، فانا فاكر المنطقة. جيت استنى خش يمين. بقول لك ايه، ما تداريش العصيان عشان لا يقابلنا هنفتش، ما تسميش شارع على حد. يلا جميل. افتكر بس انا بجمع، استنى انا بجمع. شكل العماره لسه كان مكتوب عليها بقلم اسود كده. بص المح اي عماره مكتوب عليها بقلم، لا مش دي، مفيش حاجه، هو كان مكتوب عليها اسود. تعال ناخد الشارع ده الاخر. جدعان وربنا لو مسكتك يا حسام هحل، وربنا اتاكد بس ان انت اللي سارق العربيه وانا هحل. وانت يا مصطفى يا طنطا لو طلع كلامك تحوير وبتحور عليا وربنا لا اخطفك تاني زي ما خطفك. انت بالذات بقى يا مصطفى طنط زي ما غدرت بالراجل ده انا هاخده ربيه. الملعب واسع الشاطر الانجليزي. بقول لك يا توتو انت اسمك توتو بس اللي يقابلك كسعامه توت الحزام. بص على الشوارع الضلمه دي. تعالى يكون في حد قاعد لنا هنا يا ابني من الشارع ده جاي مخرجين يا ابني كده. تعالى بس تعالى اصلا.
فاكر ان هو مش قلب شويه. تعالى اصلا ورانا اصلا ايه ده اللي احنا جايين منه؟ انت اللي اتضايقت منها. ايوه يا عم تعالى بس تعالى تعالى. تعالى اصلا اقرب يا اسطى. هتلاقي يعني جوه فار يعني. لا لا شكله كلب اهو. انا فاكر ان البيت بس مش فاكره قوي لان بقالي كتير ما جيتش هنا. فعايزين اي حد نساله ازاي بس العصا وانت بتسال. انت قال انت بس ما تسالش عشان ما تغلطش. كده بس انا اللي اسال. بقول لك اخويا تعالى اصلا بقول لك ما تعرفش فين بيت الحس البص؟ لا ده احنا كنا جايين كده متفقين ان احنا هنصور بتاع حلقه كده وكان قايل لي تعالى بس انا مش فاكر البيت. لا يا عم ده عصيان بس للتحدي وكده هنعمل تحدي وكده. تعالى يا اسطى باين الراجل يا اسطى. قلت ليه؟ بقاله يومين ما بيبانش. طب ما تعرفش هو فين؟ ما ظهرش النهارده خالص. لا النهارده ولا امبارح. لا النهارده ولا امبارح. طب انت صاحبي ما شفتوش؟ تعالى كده. بالله عليك يا اسطى والله هنصور يا عم مفيش حاجه. يا عم والله ما في حاجه عندنا تحديات يا اسطى. يا عم والله ما تقلق والله ما جايين في احنا لو جايين عشان وهنتخانق في منطقه غير منطقتنا. انا فاهم. تعالى كده بقى يا اسطى فين بيت الحس البوس؟ يا بابا بقول لك هنا اهو. سامي يلا فين؟ فين يا بابا؟ اللي هناك ده صح؟ طب تعالى كده يا اسطى. يا عم بقول لك ما اعرفش بقى له يومين بختفي. المكنه دي هتحزن عليه حبيبي. انا قلت لك تعالى بقى كده. ده بيت الحس البوس. هو ده يا جدعان بيت الحس البوس اهو. حسام اهو حسام التوب. حسام التوب حكنتلوب. حكنتلوب. تعالى هو ده بيت. تعال يا جدعان. انا مش عايز اعمل اي لحظه غباء وغدر ان انا اطلع له عشان ممكن ما تحصلش يعني. ممكن يا جدعان يكون في حد برضه من اهله فوق قاعدين برجاله بس ايه احنا هنقف هنا ونسال برضه حد تاني عشان دول شكلهم بيكتبوا علينا. تعالى كده يا اسطى نسالهم تاني. تعالى عشان انا حاسس ان هم بيحوروا علينا. والله العظيم ما جايين يا عم. احنا جايين ان احنا متفقين ان احنا هنصور بس وحاجه. طب امبارح اقول امبارح. طب ما ظهرش النهارده. ما راحش يشتري حاجه بتاع كده. متاكد؟ طب يا جدعان تعالى كده بقى. طب يا جدعان هم شكلهم مصممين ان هو ما جاش وما عملش فاحنا المفروض ان احنا هنفضل واقفين له عند البيت بتاعه ونخش نستخبى جوه ولو اول ما يطلع هنقوم جايين ماسكينه وهننزل عليه بالعصيان. تعالى بقى نقف عند البيت بتاعه. تعالى يا حمله. كلم يا بيس عايز اقول لك حاجه اهو. كلم يا بيسو. ايه يا صاحبي؟ هو كان معدي امبارح كده من على اول الشارع بعربيه سودا. العربيه دي مش عارف كانت مين. يعني كان معدي امبارح بعربيه سودا؟ كان معدي امبارح. متاكد؟ ايوه ومكتوب عليها كلام كده من ايوه عربيه لانسر باين. لا يا مش لانس ما علينا بس هي سمرا ومكتوب عليها على الازاز كده. خلصانه ماشي يا طب يا جدعان المفروض ان في واحد من المنطقه شافه وقال ان هو كان معاه عربيه سمراء والعربيه السمراء اللي معاه دي عربيتي. فالمفروض ان احنا دلوقتي هنخش هنقف له عند البيت بتاعه واول لما يطلع وربنا يحوس نحيي. يا جدعان المفروض ان احنا قدام دلوقتي بيت الحس البوس. والله العظيم ما هنحلك يا حسام يا بابا.
بيسو وبعدين يعني بص تعالى كده بس قرب مننا. بص احنا انت هنا واقفين الوقفه دي. اقول لكم بقى الخطه هتمشي كالاتي. المفروض ان احنا دلوقتي هنخش نستخبى له جوه يعني مثلا ممكن هنقعد بقى حوالي ساعه ساعتين ثلاثه احنا قاعدين، هو كده كده ممكن ما يكونش فوق لان واحد قال لك بيلف بالعربيه، فممكن شويه ونلاقيه جاي. المفروض ان احنا هنقعد له على السلم. اول ما يكون جاي هنقعد يا جدعان هنقوم جايين كلنا جاريين عليه، ما تسابوش خبطوا خبطه وقعوا. المهم بص يا عم نشوفه. بص الراجل ده لو متاخر انا هسيبك وامشي انا عشان انا سيبني هتمشي. ايوه انا بقالي يوم مطبق ولا بقول لك سبع ميتين يا عم يا عم انا بقول لك قعدت 3 ايام مطبق عشان حوار عربيتك. بقول لك العربيه مسروقه. ماشي انا مش جاي عشان رجاله. بص انا مقدرك لحد الاخر عشان وانا مش جايب يا رجاله عم معايا. العربيه هترجع النهارده. ترجع يعني هترجع. شايف الراجل ده الراجل ده مظبوط. دابت الراجل امال انا جايبك وبقول لك دابت الراجل. اه دابت الراجل. وانت عايز تخش تقعد فيه ما تعالى تتكلمش يا نفذ كده. على طول يلا. بص يابا خش انت هتقعد لي واطلع فوق. اطلع انت هتيجي عشان اطلع صلي. فوق اطلع معاه. انت اطلع معاه. اقعد معاه. يا جدعان المفروض ان احنا دلوقتي قاعدين على السلم. اول ما يطلع من غير منطقه كلنا هنجري عليه خبطه كده نوقعه على دماغه نخبطه في دماغه. المفروض مش ربنا ما هيسمي عليه. المفروض ان احنا دلوقتي هنوقف اول لما نسمع حركه اضرب على اضرب. بص موت. المهم نمسكه عم اقفل بقى خلاص. المفروض ان احنا دلوقتي هنقفل واول لما يعني نحس بحاجه هنفتح الكاميرا. واحد يخش هنا واحد يخش من هنا. ولا واحد بيخش من هناك. خش هتتوه من هناك. تعالى بس تعالى بس انت دور على شويه. سيبه ماشي. تعالى تعالى ده انت جيت يا عم. والله مش عليك من بدري يا عم. انكش ولا لا من بدري يا عم. انكش بس هنقول لك انكش ولا يا عم مش راح. اقول لك ليه ما تحاولش تجري. هي بس تقول لسه انا مش راح فين بس. تعالى بس كده. بص تعالى بس يا عم مروح. بص لو فكرت تجري هي ديتك خلاص. بس كده. بص هقول لك دلوقتي بتصوروا. تعالى هو سؤال واحد. خد صوتك بس انت بس حاول يلا هيجري يلا قفش يلا في يلا يجري وانا خلاص يلا ما كده يا تقفش عم. يلا اجي يا ابني قفش. انت معاك بص يا حسين شوف راجل فكر يا فكر. سؤال ورد غطاس. تعالى انا هسأل سؤال وتجاوب ولو ما جاوبتش انت عارف انت هتعمل ايه. النعمه كده اهو اوديك على الجامعه دلوقتي. انت عارف هتعمل ايه. جاهز فكر يجري. واحد ماسك لك وده بقى نجري بص كده ماشي ماشي ده كاتبه الحاج ماشي سيبه. تعالى تعالى بس تقرب كده. هسألك سؤال احرص بس لو لفيت ودورت ابعتك على الجامعه. الرجاله هتتعامل معاك وده انت عارف لما بيتعامل ده فاهم. انا جايبه ماشي استنى. جايب ثلاجه وجاي ماشي. الثلاجه دي هتسقعك. الثلاجه هتسقعك كله بحسابه. هتحطه في الفريز. بقول لك اقف وراك كده. تعالى بس يا عم مش هيعرف دورت ابعتك على الجامعه. يا ابني انا عايز يفكر يجري. بص يا حس هسألك سؤال
اسأل اهو. برجوله. ايه انت اول ما شفتني جريت ليه؟ يا ابني عادي. عادي؟ عادي ازاي؟ عادي ازاي؟ ايه؟ عادي ازاي يا جدعان؟ فاكر لما احنا كنا بنعمل تحدي مع عمر وانت جاي شايلك واحدة ونسينا وقت. عارف حسام الحبيب حبيبي الحبيب حبيب ولا ماشي سمعت عنك طبعا انا كنت غياب عادي. يعني انا عادي عادي طبعا انا كنت غياب. طبعا انا كنت غياب، لو انا موجود هطلع عيني. تعرف تقول حبيبي 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 يا ساعة يا ساعة في صوت زي عارف كنت هخش التحدي جمع كده من سنة. اللي عند عم احمد. ايوه عم احمد بسين. يا جدعان ده بقالها سنه وكنا بنصور تحدي وبهزر معاه فشلني وقعني على الارض. يعني انت بتجري مني تفكرني ان انا جايب لك الرجاله على البابا. جايب لي بقى ثلاجة وغسالة اول حاجه الرد مش مقنع لان الكلام ده التحدي ده بقاله سنه. طب يا جدعان زي ما انتوا شفتوا المفروض ان اللقطه دي زي ما انتوا شفتوا بقالها قد ايه؟ بقالها كتير قوي يا جدعان. لقطه مش ان انا اجيب الرجاله واجي لك بشهور. فالمفروض يا جدعان انا هساله السؤال التاني يعني بكل اهو بلا من العصيان. انت عايز حاجة؟ بقول لك يا حس. ابويا بيرن يا ابني. طب ماشي هنرد عليه بس دلوقتي. الله اقول لي يا حس انت ما تعرفش ان العربيه بتاعتي يعني اتسرقت وكده؟ امسك انا الشمالة. مين اللي سرق؟ العربيه مسروقه وبتاع. طب انا مالي، انت جاي تقول لي انا ليه يعني؟ في فران انا هنا. هجيبها لك يعني؟ ادور لك عليها؟ لا لا ده الحس ظريف. اسمع بس اسمع. ايوه سرقها ولا هي معاك؟ يلا بت يلا بس يلا اسكت يلا ما فيش كلام. مش الكلام انا ده. حس مش انت اللي ايه يا ابن الفيران اللي عماله تعدي من عندكم؟ مش عارف انتوا بتربوهم هنا؟ بص يا عز يعني انت مش اللي سارق العربيه برجوله؟ عيب عليك، هو انا اصلا اسرقك انت في عربية؟ طب يا جدعان الراجل اللي من عندهم من المنطقه قال ان هو كان معاه عربيه سمراء ومعدي بيها. ماشي. طب اقول لك يا عز هو تعالى كده عايزين يعني نروح عندكم البيت نشرب كوبايتين شاي يعني. انا جاي لك يلا يا عم جاي نقعد معاك شويه عادي. طب يلا يلا. عادي يا عم اسامه مش هقول لك حاجه يعني. يلا بينا يعني ما تفتحش الكاميرا. ايه الكاميرا عشان بقول لك يا عز خد يلا خد يلا تعال تعال انا كده هنا ولا راح فين؟ اقعد ده يلا حاسب يلا. ماشي الواد اختفى؟ يا عم دوت كويس يا عم. واحد بس يخش من هنا واحد يخش من هنا واحد يخش من هنا. الواد ده اللي سرق العربية وكده هتكتم يا جدعان ان الواد ده هو اللي سرق العربية. بص يا بيسو انا ما جريتش. يعني الواد ما اختفى يعني. الواد اختفى بس جه في البيت. طب يا جدعان كده الحس البص هو اللي سرق العربية وربنا يا حسام وربنا يا حسن يا حي ولو رحت ببطن الجبل بطن الحوت هجيبك. تعالى خد الشارع. كده انت جاي. تعالى خد الشارع ده. روحوا بس انتوا بصوا كويس وركزوا. وطبعا يا جدعان احنا هنقفل الفيديو ده على قد كده ومش معنى ان هو هرب مش هنعرف نجيبه. لا انا هعرف اجيبه بطريقتي. هعرف اجيبه بطريقتي وكده انا اتاكدت ان العربيه هو اللي سارقها. كده يا حسن انت جاي وربنا يا جدعان ما حلو يبقى